مفاجأة نارية بل مفاجآت قبل لقاء الأسود وراقص الصمبا، وكالعادة قبل لقاء العمالقة والعماليق في أي مكان دائما ما تظهر المفاجأة والمفاجآت. إنما قبل ما نتعرف على هذه الأمور الهامة جدا قبل لقاء الأشقاء مع البرازيليين، دعونا سريعا نرد على هذا التعليق. التعليق ده اتكتب لي اليوم هنا على قناتنا المصونة دي على اليوتيوب كورة كاش. أحد المشنكحين شنكوح من الشناكيح اللي راقدين عندي ها هنا في القناة كتب لي هذا التعليق وقال: أين هو الدليل؟ الله أكبر، هو بنفسه اللي طلبه صراحة عيانا بيانا. قال لك اديني الدليل. أهو أول كلمة قالها: ما هو الدليل؟ أن المنتخب المغربي كان أفضل وشرفنا أمام الإسباني، وإذا نظرت إلى المباراة تجد الإسباني كان متحكما في مسار اللقاء طولا وعرضا طول المباراة. طبعا ده واحد من الجماعة المشنكحين اللي راقدين عندي في القناة، اللي دائما يطلبوا الدليل ويعزوه وما يقدروش أبدا إن هم يستغنوا عنه. وكالعادة أول ما أنا فطنت لهذا الأمر بقيت مجهزه لهم في كل حلقة قبل التصوير. الراجل بيقول اديني الدليل، أنا محتاج الدليل وصراحة ولا يخجل بيقول: أين هو الدليل؟ عندي دلائل عظيمة قوية وكبيرة ومتينة، صدقني هديها لك في هذه الحلقة. الدليل الأول هو الفوز بهدفين وليس هدف واحد يتيم. الدليل الثاني هو من بداية صافرة المباراة وهو منتخب ليس جبان يهاجم الإسبان ضربة بضربة، كورة بكورة، هجمة بهجمة، لقطة بلقطة. أرعبوهم، خوفوهم، جعلوا أقدامهم ترتعش. وخد بالك من الحتة اللي جاية دي، في 3-4 دقائق بالأول والثاني ضربوهم، أجهزوا عليهم تماما في 3-4 دقائق. هذا يا ولدي لا يفعله إلا الكبار، صنيع الكبار، إنك في 3-4 دقائق تسجل هدفين وتقتل اللقاء. هذه أفاعيل الكبار. مش بس كده، لم يركنوا حتى للدفاع حتى في نهايات المباراة، بل حتى الصافرة النهائية كانوا طماعين، يهاجمون، يريدون الضربة الثالثة وربما الرابعة. الصحف الإسبانية نفسها، وهذا دليل قوي من الدلائل، قالت وعنونت: المنتخب المغربي سحق الإسباني، وأشادت وأبدت إعجابها. خد كمان دليل على الماشي، مدربهم بنفسه طلع بعد اللقاء وقال كانوا الأفضل والأكثر فاعلية والأذكى في أرض الميدان. خد دليل كمان، ده أنا هخليك ما تنامش الليل من كتر الأكلان اللي هيحصل في راسك هتاكلك أكلان. اهدى عليا بس. مدرب البرازيل بعد ما كانوا قبل البطولة ما تبدأ البرازيليين يقول لك الإسبان منافسنا الأهم، والإسبان يقول لك البرازيليين هم منافسنا الأهم، وبما إن اللقاء في الجولة الأخيرة فكلاهما كان يظن إن هيكون لقاء للاستعراض. مدرب البرازيل وصحفه، صحف البلاد، قالت بعد الجولة الأولى بعد أن كانت تقول هذا على الإسبان: المغرب هو المحك الحقيقي والأصعب في هذه البطولة. تبدل القول لديهم، غيروا كلماتهم مجبرين مما رأوه من الأسود في هذا المونديال. كل هذه الدلائل وتقول لي اديني الدليل. أظن أنا كده يا أخوانا كفيت ووفيت، أظن أنا كده شبعته. أنا عايز رد في التعليقات رجاء. هل ترونني، أنا أحب المشاركة، أنتوا عيلتي، ما أناش غريب ولا أنتوا غرباء عني، هل ترونني كفيت ووفيت واديته المعلوم من الدلائل وشبعته ولا لا؟ أتمنى حد يقول لي كفيت أو ما كفيتش في التعليقات. أنا أحب مثل هذه التعليقات وأتشارك معها وأتفاعل بها. إن كنا خلاص كفينا ووفينا تقولوا لي في التعليقات. ندخل سريعا على مفاجآت اللقاء المنتظر الليلة في نهاية المساء بمشيئة الله. مدرب البرازيل نفسه في تصريح جديد يقول: لدينا وأعدينا مفاجأتين ناريتين للمغرب والمغاربة. الراجل بيقول كده قبل اللقاء: مفاجأتين مجهزهم لنا. وماله بتاع البرازيل، ما يضرش وما يهمش، هنعديها لك عشان انت اسم كبير. يعني ممكن ان احنا نعديها، بس لو تسمح لي بعد اذنك من غير زعل ولا حساسية ولا حاجة في النفسوية. يعني احنا بس بنتناقش. من يومين يعني مدرب اسبانيا كابتن بدوي
يعني قال كلام نحو هذا الكلام، فأخذ الكرباجين موحوحين والله يا برازيل يا أخويا، ورا القفا، والقفا هو أسفل العنقفة تحت الودان. كرباجين خلوه طالع من اللقاء بيقول الحقوني يا عالم، حرمت، كفاية بس. ده للتذكير، احنا ما بنشككش في قدراتك ولا حاجة لا سمح الله، انت اسم في الرياضة كبير لا اختلاف على هذا، بس فقط للتذكير. هو الراجل طلع قال كلام شبه كده فاتلهى في اتنين في الاستخبص، واخد بالك؟ في حاجات في الاستخبص كده بتحصل برضو يعني، فنخلي بالنا من الحاجات دي. رغم انه في تصريح سابق مدرب البرازيل اشاد، كنا لسه بنقول، بامكانيات وقدرات وصعوبه المواجهه امام الاشقاء. الراجل برضو زي ما قال كده، ولكن دائما التصريحات اللي قبيل او قبل المباراه بشويعات بيكون عليها التركيز، لان بيكون فيها الخلاصه، الزبد بقى بتاعه النهايات واللمسات الاخيره بتكون في الخلاصه. طبعا حد ممكن يقول لي دلوقتي وماذا عن منتخب مصر الهمام بعد ما حدث في ارض الميدان؟ لان انا شفت واحد في التعليقات بيقول لي، انا كنت في الحلقه اللي عملناها امبارح على قناتنا دي على اليوتيوب كوره كاش، قلت ان انا حواجبي فرقعوا من جراء تشجيعاتنا للمنتخبات المصريه، فرقعوا. يعني انت دلوقتي قاعد معانا وهم مفرقعين، ايوه صدقني ما تشكش ولا تدور كتير، مفرقعين. فبعض الاصدقاء قال لي الله هم لسه ما فرقعوش، ده انا افتكرت يا راجل ان هم فرقعوا من زمان. والله يا ابني معاك حق، والله يا ابني انت معاك حق في اللي انت بتقوله. انا شفت العجاب في هذا اللقاء. تخيلوا يا اخوانا، نيوزيلندا في كوره دربكه في نص الملعب في الماتش بتاع امبارح ده، الكوره مع اللاعب النيوزيلندي، في زحمه بقى، لعيبه من هنا ولاعيبه من هنا، المهم الكوره طولت منه او خبطت راحت للاعب ديانا اي بين قوسين بتاعنا، لاعب من بتوع نص الميدان. انه الراجل اول ما رايحت له او اول ما وصلت له الكوره مرجعها ومبصيها تاني، ثروها عالمي للاعب النيوزيلندي، ثرو ورا ليم الجول بتاعنا، مش لقدام او في الجنب، يعني دربكه مع اللاعب النيوزيلندي. الكوره بالغلط راحت منه وصلت للاعب ديانا، اللاعب ديانا طبعا في الدربكه يعني متوتر ومنفعل ومش عارف ايه، لانه عامل له ثرو جراه لحد المرمى بتاعتنا. اللاعب بتاعنا بيعمل 1-2 مع اللاعب النيوزيلندي يا اخوانا على سعفان الحارس بتاعنا. اللاعب بتاعنا بيعمل 1-2 مع الخصوم يا اخوانا، بيعمل 1-2 عالمي مع الخصم. اقول لك ايه واعد لك ايه يا اللي بتقول لي اتكلم وقول، ده احنا هنقول ضحك للصبح لو قلنا ومسخرة السنين، فاحسن نتجاهل ما حدث ونخلينا نتكلم ونقول كلمتين على اللي دائما بيخلونا سعيدين ومبتهجين. هم في غيرهم والله، من غير ما انا اقول الاسم، معروف الان وظاهر وباين للجميع، عشان تبقى انت عارف. كمان من المفاجآت اللي قبل هذا اللقاء بتاع المغرب والبرازيل هو استغراب صحف واعلام المنطقه نفسه من حديث الصحف البرازيليه. دي مفاجأة بالنسبة للإعلام والإعلاميين، لأن البرازيل تاني مرة، البرازيل ده مش خصم أي كلام. أنت عارف إن في صدمة ومفاجأة كبيرة في الصحف بتاعة المنطقة بتاعتنا لما سمعت كلام مدرب البرازيل والصحف البرازيلية عن قوة ومدى صعوبة المنتخب المغربي، وإزاي هم بيصنفوا هذه المباراة واحدة من أصعب لقاءات المونديال. اعذرهم معلش، لانهم هم مش متعودين على هذا الامر، يعني ممكن ده حاجه ما وردتش عليهم، فهناك بعض الاعذار اللي احنا ممكن نلتمسها ليهم. هم غلابه، يعني اخرهم يحلم ان يقترن اسمه باسم العملاق البرازيلي، فمش متعود ان مدربه وصحفه تطلع تقول هذا الكلام يعني. فعشان كده بقول لك هم معذورين. اما منتخب مصر يا حبيبي يا ولدي ويا صديقي، فهم كلمتين فقط لا غير. منتخب مصر يا كلونيا راح في الفسكونيا. الله يرحمك يا طهطاوي، الله يرحمك يا طهطاوي.